شهاب كان سهران مع صحابه اللي هم أصدقاء السوق زي ما بيقولوا. بقولك ايه يا صاحبي، عملت ايه في موضوعك؟ شهاب حط الكاس اللي في ايده وقال له: موضوع ايه؟ هو احنا بينا مواضيع؟ يا ابني انت سكرت ولا ايه؟ موضوع البت مي اللي قلت هتوقعها. صح، تصدق كنت ناسي. الطبخة خلاص استوت وجاهزة على الأكل. يعني ايه؟ يعني خلاص ثبتها وكلها يومين وهتجيلي مسلمة. ياه، أخيرا. يا ما كنت مستني اليوم ده من زمان، من ساعة ما بنت الجزمة دي كرفتني، وأنا قلت مش هسكت غير لما اخد حقي منها. واديني جبتلك حقك. ها، هتعمل ايه بقى؟ أنا بس مش طالب غير كام صورة حلوين، وانت حلال عليك الليلة اللي هتقضيها معاها. بس احنا ما اتفقناش على صور، احنا اتفقنا اني اضحك عليها واقضي معاها ليلة وارميها بعدها. ما هو انا عاوز ازلها شوية وهو اساومها واطلع منها بقرشين كده. طب ما انا هتفضح، ومراتي لو عرفت هيتخرب بيتي. يا عم ما تقلقش، انا همسح وشك من الصور ومش هخليك تظهر. طب سيبنا افكر وارد عليك. لا وحياة ابوك، دي ما فيهاش تفكير. الصور يا عم، لو قلقان مني ومش واثق خالص ابقى امسح وشك من الصور قبل ما تسلمها لي. سهلة اهي. ماشي، موافق. ابتسم مراد بشر وقال: ياه، اخيرا حقي هيرجع لي واشوفك مذلولة قدامي يا مي. انا مش مصدق والله. تاني يوم في بيت شريف. ها يا بدر، فكرت في الكلام اللي قلته لك امبارح يا ابني؟ اللي انت شايفه يا بابا صح اعمله، مش هيفرق معايا. لا يا بدر، لازم يفرق. انت لازم تكون مقتنع، ده جواز مش لعب عيال. ولو البت مش داخله دماغك عادي، هكلم حد من اخواتك ونشوف اي واحد تاني. انا لما جيت كلمتك عشان انت الكبير. ماشي يا بابا، وانا قلت لك موافق. شريف ابتسم وقال: وانا واثق يا ابني ان مي هي اللي هتقدر تسعدك وتنسيك اللي حصل زمان. بدر رد بحزن: اللي حصل مش هيتنسي، ولا عمري هقدر انساه. بدر يا ابني، انت سندي وظهري من بعدي، مش عاوز اشوفك ضعيف. مش واحدة ست هي اللي تكسرك كده. في الاول وفي الاخر ده نصيب، وهي لو كانت بنت اصول وتستهلك ما كانتش عملت اللي عملته. خلاص يا والدي، ما بقاش ليه لازمة الكلام في الموضوع ده، الموضوع انتهى من سنين. ربنا يريح قلبك يا ابني ويهدي لك نفسك. انا هكلم الست احلام وهنروح بالليل نطلب ايد مي ونحدد ميعاد كتب الكتاب اللي تشوفه يا بابا. بالليل في بيت احلام؟ اعملي حسابك عمك وابنه جايين علشان يتقدموا لك النهارده. بس انا قلتلك اني مش موافقه. احلام مسكتها من شعرها وقالت لها: بص يا بت بطني، انا خلاص زهقت من عمايلك ومن الطريق العوج اللي ماشيه فيه، وكلمه كمان والله اذبحك واحطك تحت رجليا. كفايانا بقى فضايح قدام الناس. يا ماما ارجوكي قدري اللي انا فيه، انا ما بحبوش. بكره تتنيلي تحبيه يا اختي، مش احسن من الزفت اللي ضحك عليكي وانتي قاعده تلفي وراه من هنا لهنا. يا ماما ارجوكي فهميني وحسي بيا. مفيش جدال تاني، وكلمه كمان هكسر دماغك. بعد وقت جه شريف وبدر والعيلتين اتجمعوا. مي كانت قاعده غصب عنها، كل اللي بتفكر فيه هو شهاب، وازاي هتقدر تتخلص من الجوازة دي علشان تتجوز شهاب اللي بتحبه. أما بدر فكان كل تفكيره في سلمى اللي عاش عمره كله يحبها، وفي الآخر سابته واتجوزت واحد غيره. فاقوا الاتنين من أفكارهم على صوت شريف اللي حدد ميعاد لكتب الكتاب والفرح بعد أسبوع. عند شهاب ومراد:
أنا ظبطت كل حاجة والشقة جاهزة، مفضلش إلا العروسة. ده انت طلعت قلبك اسود اوي. عموما خلاص، كلها يومين 3 والعروسة تنور البيت. يا حلال عليك الليلة اللي هتقضيها معاها يا عم. انت هتقر عليا ولا ايه؟ لا ما بقرش. المهم انا همشي دلوقتي وبكلمني يقولي ايه الاخبار. ماشي. هات مفاتيح الشقة. نسيت، خد اهي. وما تنساش زي ما اتفقنا. ماشي ما تقلقش، انا عامل حساب لكل حاجة. ماشي ما تقلقش، انا عامل حساب لكل حاجة. فات يومين ومي بتحاول انها تهرب، بس ما كانتش بتعرف. احلام طول الوقت مركزة معاها، حتى لما بتنام بتتأكد انها قافلة باب الشقة. حتى تجهيزات الفرح كان كلها بيقوم بيها شريف. اما بدر فما كانش فارق معاه، لغاية لما جه اليوم الموعود. المفروض ان الفرح هيتعمل في فندق، وبالتالي المفروض العروسة اللي هي مي تروح بدري علشان تجهز. إلا إن مي اتأخرت قوي. في بيت مي، قلتلك يا ماما أنا مش عاوزة أتنيل أتجوز، هو بالغصب يعني؟ يخرب بيتك، انت عاوزة تفضحينا وتفرجي علينا الناس. اتلمي يا بت، قومي اجهزي يلا عشان نمشي. لا والله لو موتيني مش هروح معاكي في حتة. أنا هروح أكلم عمك وهو يجي يشوف صرفة معاكي، إن شاء الله يقطم رقبتك. اعملي اللي تعمليه وبرضه مش هتحرك من مكاني. أحلام راحت تجيب التليفون، وساعتها مي استغلت انشغال أحلام وطلعت تجري على باب الشقة، اللي كان من حظها إن أحلام ما كانتش قفلته بالمفتاح، وفتحت الباب وهربت. بعد ساعتين أحلام كانت قاعدة بتعيط، وشريف قاعد قصادها هو وبدر ومعاه أخوه طارق. مش عارفة أعمل إيه، آدي اللي كنت عاملة حسابه، البت فضحتنا وحطت راسنا كلنا في الطين. ولما هي عاوزة تهرب من زمان ما قلتيش ليه؟ لسه جاية تقولي دلوقتي؟ اهدى بس يا بدر، كل حاجة وليها حل. طب قوليلنا يا ست أحلام، هي ممكن تكون راحت فين؟ هي يعني أكيد راحت له. مين ده اللي راحت له؟ شهاب. شهاب مين؟ انطقي بالراحة يا بدر، كله بالهداوة يا ابني. هداوة؟ هي لسه فيها هداوة؟ خطيبتي اللي المفروض فرحنا النهاردة هربت وراحت لواحد تاني، والله أعلم بيعملوا ايه دلوقتي. المفروض النهدة. طب ازاي؟ قوليلنا بقى يا ست أحلام، مين شهاب ده ونلاقيه فين؟ ده يبقى واحد زميلها في الشغل يا ابني اللي كانت فيه، وهو رسم عليها الحب وهي غلبانة وصدقته. والله أنا مربية بناتي كويس، ومش ممكن أي واحدة فيهم تعمل حاجة تغضب ربنا. انتي لسه بتدافعي عنها؟ غلبانة ازاي وهي هربانة مع عشقها؟ أنا بس أطولها وأدفنها بإيدي أهون من كلام الناس والفضيحة اللي هتحصل. اهدى بس يا بدر، خلينا نعرف نفكر بالعقل. قوليلنا يا ست أحلام، معكيش رقم تليفون الزفت ده ولا عنوانه أو أي حاجة توصلني بيه؟ لا للأسف يا ابني، بس صاحبتها دعاء ممكن توصلنا بيهم، أصلها هي اللي كلمتني عشان أخلي مي تبعد عن شهاب. كلميها دلوقتي ولا تعالي نروح لها. حاضر، هتصل بيها اهو. عند مي وشهاب كان كل أصحاب شهاب متجمعين، ومعاهم كام بنت من الشلة، وكلهم بيحتفلوا بجواز شهاب من مي. مبروك يا ميوش، خلاص بقيتي مراتي، عملتلك إشهار اهو، وعزمت كل صحابي، وهو برضو عشان تكوني واثقة خدي النسختين من ورق الجواز. ابتسمت مي وقالت حبيبي يا شهاب، أنا لغاية دلوقتي مش مصدقة، أنا حاسة إني بحلم حلم جميل مش عاوزة أصحى منه. شهاب رد عليها بخبث احلمي يا حبيبتي براحتك، من هنا ورايح أنا مش هعيشك غير في الأحلام. قطعهم مراد اللي بيتكلم بغل
وهو بيبص لمي باحتقار وقال: عصافير؟ 2 عصافير؟ طب والله لايقين على بعض. ايه يا عم، انت زعلان ليه؟ 2 بيحبوا بعض واتجوزوا، انت مالك؟ ربنا يهني سعيد بسعيدة، اطلع انا منها. عموما مبروك يا صاحبي، عقبال النونو. مي بصت لشهاب وقالت: صح يا شهاب، احنا عمرنا ما فكرنا هنسمي ولادنا ايه. مراد رد بتريقة: مش لما يبقى فيه ولاد الاول؟ قصدك ايه يعني؟ كبري دماغك، انتي عارفة مراد دمه تقيل وبيحب يهزر. يلا بينا بقى، احنا نروح ونبقى نسهر يوم تاني. مي قربت من شهاب وقالت بصوت واطي: يا ريت نسهر في اي حتة تانية بعيد عن مراد ده، انا مبطيقهوش. ماشي يا حبيبتي، يلا بينا. سلام يا جماعة، انا هاخد عروستي ونروح بيتنا. مراد غمز لشهاب وقال له: سلام يا ابو الصحاب، ابقى كلمني. مي ما خدتش بالها وكانت ماشية ووراها شهاب. في بيت أحلام كلمت دعاء، ودعاء جت على طول لأنها كانت ساكنة قريب. هي والله ما قالتليش إنها هتهرب، أنا لو كنت أعرف أكيد كنت همنعها. اخلصي، تعرفي أي حاجة تدلنا على الزفت اللي هربت معاه؟ لا. بص، أنا معرفش غير رقم صاحبه اللي اسمه مراد، علشان حاول يكلمني كذا مرة وأنا عملت له بلوك. وده هيوصلنا للزفت اللي اسمه شهاب؟ أكيد شهاب ما بيعملش حاجة من غير علم مراد. حلو قوي، هاتي الرقم. ماشي، بس في حاجة، أكيد مراد مش هيسلمكم صاحبه ويقول لكم على مكانه بكل سهولة. أمال هنعمل إيه؟ أنا هقول لكم تعملوا إيه، وساعتها هتخلي مراد يجيب شهاب من تحت الأرض. عند شهاب ومي وصلوا الشقة اللي مراد كان مجهزها ليهم، وبعدين قفلوا الباب عليهم. مراد قرب منها ولسه هيحضنها، بس اتفاجئ لما جرس الباب رن. راح يفتح وهو مفكره مراد نسي حاجة، إلا إنه اتفاجئ لما فتح الباب ولقى مراد واقف قدامه وفي إيده مسدس. تفتكروا مراد جاي بسلاح علشان يقتل مين فيهم، شهاب ولا مي؟ وهل هيوصل أهل مي في الوقت المناسب ولا بعد فوات الأوان؟ استنوني في الحلقة الجاية، أحداثها مشوقة جدا. مع السلامة.